السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبنات المحترمين. حبايبي انتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ معلش والله انا تعبانة، بس لازم عفوا لازم اعمل الفيديو، لازم عشان القناة ما تقعش. ربنا يبارك لكم يا رب، يا رب اشفي كل مريض وارحم كل موتى، وانصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، اللهم آمين يا رب العالمين. ودعواتكم كده ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا حبايب قلبي، وما تحرمش منكم ابدا ومن دعواتكم الحلوه للفيديو بتاع تاتا صباح. لا يا جماعه، تاتا صباح لسه عايشه ما ماتتش. و... وكلامكم الحلو، ولو فيكم انت حد بيخش يغلط، انا ما بمسحش حاجه والله، انا ما بمسحش حاجه خالص. بسيب اللي يغلط يغلط، واللي بيقول كلمه حلوه اعداله، واللي بيقول كلمه وحشه اعداله. عايزه اشد حالي كده واعلي صوتي عشان تسمعوني حبايب قلبي. ربنا يستركم دنيا واخره. طبعا يا جماعه انتوا شايفين اللي بيحصل بين الاخوات، انا مش عاجبني الوضع خالص. انا من امبارح وانا عماله اتفرج على كوارث وعلى حاجات وعلى الاخوات اللي بيقطعوا ببعض. بص يا جماعه، انا بيقول لك الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه، وانا ما بكرهش حد. انا بحب حلمي وبحب زاهيه وبحبهم كلهم، لان دول اخوات. لو قعدوا 100 سنه قدام هم مرجوعهم لبعض، لو قعدوا العمر كله هم مرجوعهم لبعض. بعد اللي بيحصل يا ام ايمن، ايوه ايوه يا حبايب قلبي، الاخوات عمرهم ما يستغنوا عن بعض. بس يا رب يبعد عنهم اي مكروه، ويبعد عنهم اي حاجه وحشه، ويبعد عنهم القيل وقال. صلوا على النبي وقولوا عليه افضل الصلاه والسلام. انا مش عاجبني الوضع كله، لا بقى يعني هم كلهم بيفتحوا لايفات مره واحده، انا بشوف. واللي طالع يقول لكم بقى، انا مش هسمي بالاسم، انا مش محتاجه القناه، انا مش محتاجه، انا عنده عن. طب لما انت ما انتش محتاجه القناه بشغلها ده. والتانيه برضو عفوا يا حبايبي، اختهم برضو الكبيره ابنها هيقول احنا مش محتاجين القناه. طب لما انتوا مش محتاجين القناه، طالعين تفضحوا في نفسكم لا، طالعين تفضحوا في نفسكم لا، وطالعين تجرسوا في نفسكم لا، ولا بتختاروا الوقت ده لللايفات. يعني كل اللي طالعه تقول لك انا طالعه افك مع، انتوا بتفك مين؟ مع نفسكم ولا؟ واللي طالع عامله لايف قليل، واللي احنا كل المشكله في مين؟ في زاهيه وفي حلميه، في زاهيه وفي حلميه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا بحب ام طارق، لان ام طارق شيء كتير وتعبك كتير واسى كتير في الدنيا وما فيها. وربنا قال لها تعالي انا هريحك بحته القناه ومتابعينك المحترمين. كذلك زاهية يا جماعة، من ساعة ما طلعت برضو في القناة، الست دي لما طلعت في القناة من 5 سنين، من 6 سنين، برضو محتواها حلو ومحتواها نظيف وترف، وكل ترف أيام أيمن، يعني محتواها نظيف، يعني محتواها برضو حلو، ولها محبين هنا محبين وهنا محبين. طبعا يا حبايب قلبي، اللي شغل الدنيا وقوم الدنيا في الاخر الكلام اللي كان بيتقال على نرمين. طبعا نرمين يا جماعه ست البنات، ونرمين محترمه، ونرمين تسلم تربيتك يا حلميه، نرمين محترمه. وقلنا كذا مرة يا جماعة، الجواز ولا عيب ولا حرام. الواحدة لو اتجوزت 2 ولا 3 زي ما ربنا يقسم لها، بيقول لكم أبقى يتعاشروا بالمعروف يتفرقوا بالمعروف. أنا لما أكونش مرتاحة في عيشتي ولاقي واحد بيهن وبيبهدلني، لا، الله الغنى عندي عيشة، أقعد في بيت أبويا ست مكرمة معززة لحد ما يجي لي نصيبي. ده في الأول خالص، لكن هي دلوقتي ربنا رزقها بجوزها اللي هو أيمن ده أبو أحمد، راجل محترم وعلى خلق. بس بقى المشكلة إن هو الراجل بيطلع يشوف شغله بيسمع، وده قرية زي ما هي البنت حكت، بتقول لك مثلا ده صنايع يا جماعه، يروح مثلا يخش اي بيت يشتغل فيه، هو اهل مراتك واللي عاملينه ده. قال لي بيتكلم على مراتك، وبيتكلم على دي جر دي جر دي جر دي، يعني من بقالها بقى 5 سنين. المفروض احنا بقى نفوت بتاع الست الكبيره الله يرحمها ويسامحها، ما نتكلمش بقى في الموضوع دي، لان الست الكبيره دي ماتت بقى الله يرحمها، ما نقلبش احنا بقى في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده. طبعا هو زعل، شايل ومحمل، خدوا وده من بعض طلعت. بس انا سامعاها امبارح بتقول هما كانوا بيتناقشوا بموضوع البت والدكتور، قال هما اختلفوا على الدكتور. ربنا يشفي لك بنتك يا نرمين يا رب ويخليها لك. قال اختلفوا على الدكتور، كلمه منه وكلمه منها، دي جر دي ودي جر دي، جت ابوها. وطبعا الله يساعد ام طارق. يعني انا لما اكون بنتي زعلانه عندي او مغبونه او غضبانه، انا ما بقاش مرتاحه يا جماعه.
هي الزت دي لها ميه والزت دي لها اكل، بس هو يعني الواحد ما بيرتاحش الا في مكانه. هي برضه ما بتبقاش مرتاحه. هو قال ما تبقاش تظهر مع عمك في القناه عشان خاطر المشاكل، ومنعا للمشاكل ومنعا للكل وقال، لان هي دي كانت عامله قناه. يعني هي زي نرمين كانت عامله قناه الاول خالص وانا كنت بشوفها. بس هو قال لي انا ماليش في القنوات واليوتيوب والهبد والرزق، لانه فعلا هو اليوتيوب مستنقع زباله. بعد احترامي لكم يا جماعه، مستنقع زباله. اللي بيطول التاني عايز ياكله، اللي بيطول عن التاني عايز يقرش، حتى الاخوات. انتوا شايفين يا جماعه الخير، انا ما شفتش عيله زي العيله دي، اقسم بالله ما ورد عليا يا حبايب قلبي، ما وردش عليا اللي بيحصل بين الاخوات ده خالص. اطلع واتكلم يا ست حلمية. طلعت الست واتكلمت وفضفضت وقالت على اللي عندها ده كله. طبعا زاهية طلعت يا جماعة قالوا نعمل قعدة. طب ايه المشكلة لما يعملوا قعدة؟ احنا هنا عندنا كله بيعمل قعدات. احنا عندنا هنا العمدة ده بيلف ده بيروح ليبيا، بيروح السعودية، بيلف في جميع الدول العربية، بيلف في جميع الدول العربية وبيقول كلمة الحق لو اتنين في قتيل وبيصالحهم على بعض. المشكلة ان انتوا كنتوا تقعدوا القعدة. طبعا هي زاهية قالت لا احنا هنقعد وابو محمد قال 200,000 جنيه زي ما سمحت كده. طبعا يا حبايب قلبي هم اعترضوا، انت معاك احنا ما معناش. طب احنا مش هنقعد القعده. طب وليه ما تقعدوش القعده؟ ما هو انت لو قعدت القعده انت كده هتاخد حق التالت ومتلت يا حبيبه قلبي. يعني القعده دي يا جماعه الخير ما فيش حد بيزور فيها، ما فيش حد يسلط حد، ما تسمعوش يا كلام حد يا جماعه. طب يبقى قدامهم كتاب الله وحالفين على المصحف ان دول هيقولوا كتاب الله. بيحصل عندنا هنا كتير. وفي قعدات من غير فلوس يا جماعه، في قعدات من غير فلوس، بيبقى بس الشاي القهوه بس على كده حاجه ساقعه، يعني بتقدم الواجب للرجاله اللي قاعدين. ولازم برضه يبقى في رجاله من البلد، مش اللي جاي غريب ده هيقعد وحديه. لا يا جماعه القعده كانت حلوه، القعده حلوه. لا بقى كل واحد ياخد حقه وانت تاخد حقك تالت ومتلت. يا نرمين ده انا من رايي كده. طبعا آه، مصطفى ابو محمد مصطفى بيقول انا رحت واتفقت معاهم ورجع راح هنا. هم بقى رن على مين؟ على طارق. طارق قال يعني يعني بقى معناتها يعني شخله مش شخله زي ما بيقول. هو فعلا لو شخلك عيب عيب عيب. قام بالكلام اللي انت بتقوليه ده يا ام ايمن. ما هو بيغلط في امه بيغلط في امه. لا يا جماعه كبير كبير برضه، ده خاله والخال والد. وهو لو ما احترمش خاله يبقى ما احترمش ابوه. انا اللي الكلمه اللي ترضى ربنا هقولها. عارفه انا لو خالي وقابلني ومسكني ضربني ولا هقول له طب زيد كمان؟ ادي زيد كمان يهني؟ لا، ده الخال والد يا جماعه. محدش يقوم حد على حد. لو هو عمل كده فعلا، لو هو عمل كده، بس الولد قال انا ما عملتش كده. ده كان حلف على المصحف، عمره ما هيحلف على المصحف كذب يا جماعه، عمره ما هيحلف على المصحف كذب. قال له بقى ده انا عندي الصندوق الاسود وعندي ده مين ده؟ ده مصطفى، ده من مصطفى. طيب يعني ممكن مثلا محمد اللي هو ابن مصطفى مثلا يشخر لخاله او ما هو بص يا جماعه حطوا ده مكان ده. انت بقى كده بتنافقي يا ام ايمن، انت كده مش جايه مع حلميه. وانت يا جماعه انا بقول كلمه الحق. بس مهما كان الاحترام حلو يا حبايب قلبي. هو طارق محترم ونرمين محترمه وكلهم يشتغلوا على الراس، بس برضو الاحترام للخال حلو. الاحترام للخال حلو. حتى لو بنوا وبنا حاجه ما يطلعوش يقولوها على ملأ، لكن دول طالعين يا جماعه اللي بيطول التاني عايز ياكله. والله العظيم يا جماعه الخير اللي بيطول التاني عايز ياكله. طبعا جت زاهيه عملت اللايف واتكلمت وجت في الاخر عيطت. صعبت عليا. صعبت عليك يا ام ايمن بعد ده كله؟ بعد اللي عاملاه فيكي ده؟ انت بعد ده في واحده كاتبه لك كومنت لسه انت ما شلتوش وقلت لك ده هي السبب في قفل قناتك. يا جماعه اللي فات مات وخلاص. ايوه صعبت عليا وهي بتعيط وابنها بيقول لها طب اسكتي. شخطت فيه قالت له طب اسكت يا حسام. خلاص هو سكت الولد، ما تناش ولا تلت معاها، ووشها يا عيني مسخوط من اللي بيحصل. ايوه ما هو الزعل بيبدل. ده الزعل ده يا جماعه بيخرب البيوت، ده الزعل ده بيأثر العمر، ده الزعل ده بيجيب المرض، ده الزعل ده بيجيب الموت. انتوا مستهونين باللي هم فيه. فالرحمه حلوه يا جماعه على العلا دي، الرحمه حلوه. انت برضو بتدافع عن، مش بدافع يا جماعه والله العظيم مهما يحصل هم اخوات ومصيرهم لبعض. هم اخوات ومصيرهم لبعض. شلا يقطع بعض وينصر بعض. هم اخوات. يا رب يصلح لهم الحال ويروق البال. ويا ريت يا حماده، يا ريت يا حماده. طبعا حماده من حزل مين؟ من حزل لزاهيه لحلميه.
بص يا جماعه، اللي بيلاقي كفته بالطب بيروح وراها. هو اللي انا شايفاه ده. انا بلاقي كفته بالطب بروح وراها. يعني هو لاقي دلوقتي المشاهدات جايه مع حلميه، انا بروح ويا حلميه. المفروض انت تلم اخواتك، ما انت الكبير برضه. ما انت بأمرت لما دخلت في اللايف، على ما سمحت عند انت بتدافع عن زوجتك. كل واحد بيدافع عن اللي عنده. كل واحد بيدافع عن اللي عنده. اهم حاجه زوجتي، بس يا اخواتي لا. المفروض انت بقى تخبط على دي وتخبط على دي وتلمهم على بعض، والله هيصطلحوا اقسم بالله، بدل الامه اللي قايمينها على بعض دي. في كلام كتير الواحد مش قادر يتكلم ولا قادر يقول يا جماعه، لان هم اخوات ومهما يحصل هم مصيرهم لبعض. لا حلميه وحشه ولا زاهيه وحشه. والله العظيم كان احن اتنين وكان اعز اتنين وكانوا بيحبوا بعض، وكانوا دول هما الاتنين روح واحده في ازازه، روح واحده في ازازه. كان حلميه وزاهيه دي ما كانوا بيسيبوا بعض ابدا ابدا. وبرضه انا سمعت ان كان نرمين دي كان اي حاجه وجعها كان تجري على زاهيه، وكان طالعه يوم جوازتها من عند زاهيه. يعني يا جماعه الخير، بس انا نفسي عايزه اتكلم كلمتين برضه يا جماعه، بس الكل بيزعل مني يعني. بيقولوا انت اتغيرتي، انا ما اتغيرتش يا جماعه، انا بقول كلمه الحق. ده انا ست مريضه وتعبانه، انا يلا النجا فيا. امال ايه كل اللي كانوا جايين مع زاهيه الاول؟ كان الاول بيقولوا الحلميه يا سافرت العفانه، يا سافرت النتانه، يا سافرت مش عارفه ايه. قلبوا على مين؟ قلبوا دلوقتي على زاهيه، بقت هم مع مين؟ مع حلميه. ليه ايه السبب في كده؟ طب ما يا جماعه ما تخليكم بين الاخوات حلوين. كذا قناه كده اللي هم كانوا بيطلعوا يشتموني ويغلطوا فيا عشان خاطر مين؟ عشان خاطر زاهيه. كله دلوقتي قلب مين؟ قلب على زاهيه، وبقى ضد حلمين، ضد حلميه. يعني بقى ضد، يعني مع حلمية، يحبوا حلمية وجايين على زاهية. لا يا جماعة الخير، هم اخوات والداخل بيناتهم خارج. ومهما تعملوا ومهما تطبلوا ومهما تمسكوا الرق بتاعكم، لو هم اصطلحوا خلاص مش هتلاقوا حاجة تشتغلوا فيها، مش هتلاقوا حاجة تعملوها. ده هم اخوات يا حبايب قلب، والداخل بيناتهم خارج. انما المشكلة اللي بين ريري وبين زاهية، هم ايه يا حرة ريري وزاهية ويا بعض. هما الاتنين دول يا جماعة منهم يصفوا. انا بتكلم على قنوات تانية عشان محدش يفهمنا غلط. ريري وزاهية هم حرين منهم لبعض، لان ريري الذكر الكتير، الذكرت كتير. لكن انا بشوف القنوات التانية اللي هم طالعين بيهيصوا في الهيصة يا جماعة الخير. قال لي انتوا بتعملوا ده، انتوا كنتوا الاول تتكلموا على زاهية ملكة النظافة ملكة اليوتيوب. تعالي يا ملكة، روحي يا ملكة. دلوقتي ما بقتش ملكة خالص، دلوقتي بقت المشكلة زوزو مشاكل، زوزو مش عارفة ايه، وعمالين حاطين على الست حطة. انتوا بتموتوها بالبطيء. انت جاية معاها يا جماعة، انا جاية مع الحق، انا جاية مع الحق. ما هو السنة ما ينفعش لو انا شكرت في زاهية ودمت في حلمية يبقى ماليش خير فيها. في اختي دي شكرت في حلمية ودمت في زاهية يبقى ماليش خير. ما هم اخوات، هم مصيرهم لبعض. وان شاء الله ربنا يصلح الحال ويروق البال بينهم يا رب بحق جه النبي. دعواتكم انتوا يا حبايبي، ادعوا لهم ان ربنا يصلح حالهم ويبعد عنهم اولاد الحرام، ويبعد عنهم الكلا وقالوا، ويبعد عنهم الناس اللي بيخشوا يفرقوا بين الاخوات يا حبايب قلبي. ادعوا لهم كده يا حبايب قلبي، ان هم ربنا يصلح حالهم ويروق بالهم. ولو ليك حق هتاخديه نرمين، انت محترمه وتشتغل على الراس يا حبيبه قلبي. وان شاء الله هترجع لجوزك ولبنتك، وربنا يهدي سرك ويصلح حالك ويروق بالك ان شاء الله يا حبايب قلبي. ما فيش حد ان شاء الله هيضوء. يعني الاهل دي بقول لك اهلك لا تهلك يا جماعه. والله والله لما يقطع بعض هم مصيرهم لبعض. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا لا اقدر اغلط في دي ولا اغلط في دي، لانهم دول اخوات، دول اخوات والداخل بيناتهم خير. ربنا يصلح لهم الحال ويروق البال يا رب بحق جهنم. حبايبي انا بسجل على الفيديو، بسجل عليه عشان خاطر ان انا ما بقاش قادره اطلع بوش لان انا تعبان. هو ده فيديو النهارده يا جماعه، ان ربنا يصلح الحال كلهم، واخواتهم الرجاله يلمهم على بعض يا رب يا رب. ويصوروش بقى، يا ريت ما تصوروش، لان كلهم بيدوروا على الجنيه، بيدوروا على الدولار. اللي انا شايفاه يا جماعه كلهم بيغيروا من بعض، اقسم بالله بيغيروا من بعض، بيغيروا من بعض. كلهم وبالذات حاقدين على مين؟ على حلمية وعلى زاهية. بيحقدوا على حلمية وعلى زاهية. عرفت يا حبايب قلبي؟ والله بيحقدوا عليهم ومسكترين اللي في ايديهم. مش زاهية بس، مسكترين اللي في ايد حلمية. كلهم مسكترين اللي في ايد حلمية، وكل والباقي مسكتر اللي في ايد زاهية.
يا زاهية مش انت بس، والله بيحقدوا عليك انت واختك، والله بيحقدوا عليكم انتوا الاتنين. حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، يا رب ما تحرم منكم ابدا ويستركم دنيا واخره. يا حبايب قلبي ربنا يصلح حالهم ويروق بالهم، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين.